لو ناوي تخش فيلم ريستارت في الفيديو ده عشانك. فيلم ريستارت من بطولة تامر حسني وهنا الزاهد وباسم سمرة ومحمد ثروت والسيد أسامة وميمي جمال وعصام السقا. الفيلم لحد دلوقتي معدي ال50 مليون جنيه، يعني في فرق 40 مليون جنيه بينه وبين فيلم المشروع اكس من بطولة كريم عبد العزيز. فيلم فكرته ببساطة بيتكلم عن الناس اللي بتبيع مبادئها وتخسر نفسها عشان يطلعوا ترند على السوشيال ميديا. ومن ناحية قصة الفيلم، البطل اسمه محمد اللي هو تامر حسني، خريج كلية هندسة، وخطيبته عفاف اللي هي هنا الزاهد مش مكملة تعليمها، وقايم بدور اخو تامر حسني محمد ثروت، واخو هنا الزاهد السيد أسامة، وباسم سمرة قايم بدور الجوكر. فقصة الفيلم بتبدأ ان تامر حسني شغال في محل موبايلات محبوب بين منطقته، وعنده فكرة خيرية وطبقها على المنطقة بتاعته، فبيروح عشان يتكرم على الفكرة وبياخد خطيبته معاه. فبيشوف الناس اللي بتتكرم قبله كلهم ناس تافهة بيقدموا محتويات العار اللي احنا بنشوفها على السوشيال ميديا، وبياخدوا جوائز بال100,000 وال200,000. فبيجي دور محمد ويديله مسلة بلاستيك بلا أي قيمة، وده مثال على اللي احنا بنعيشه دلوقتي. فعفاف بتقول له احنا لازم نعمل محتوى تافه عشان الناس تشوفنا ونتشير ونكسب فلوس كتير وكده. فبيجي لهم فكره انهم يجيبوا حمار في البيت ويسموا نفسهم عيله الحمار، وفعلا بيتشهروا ويجي لهم الجوكر عشان يمضيهم ويسوقهم للترند. فبيبدأ يطلب منهم طلبات تقل منهم ومن كرامتهم، وبيوافقوا ويكسبوا فلوس ويعيشوا في فيلا. فبتجيلهم ميمي جمال وتزورهم وتأنبهم على اللي بيعملوه، ويجي لهم الجوكر بعدها ويقول لهم علشان تفضلوا ترند اول لازم تطلقوا. فمحمد بيفوق وبيقرر يرجع عن الطريق ده، بس عفاف بترفض عشان مش عايزه ترجع للفقر تاني، فبيطلقوا زي ما قال لهم الجوكر. فتامر حسني بيحس اللي بيحصل لهم ده بسبب النت، فبيقرر يروح البحر ويقطع كابل النت عن مصر. فطبعا بتحصل مشاكل كتير، زي الناس مش عارفه تسحب فلوس، وكل مؤسسات البلد بتتعطل، والناس بتتقسم في اللي شايف ان عادي نعيش من غير نت، وفي اللي اتجنن بسبب عدم النت. فتامر حسني بيندم على اللي عمله ويقرر يروح البحر ويصلح كابل النت، لكن بيتفاجئ ان الكابل اتصلح والبوليس قبض عليه. لكن بيطلع ان تامر حسني مش هو اللي قطع الكابل الرئيسي للنت، هو قطع كابل فرعي لقرية ما. فبياخد اخلاء سبيل وبينتهي الفيلم على كده. فلو هنقيمه هنديله 2.5 من 10، لان فكرة الفيلم كان ممكن تتعمل احسن من كده بكتير، وتحس ان الممثلين مش بيمثلوا بضمير. تامر حسني هو محمد ومحمد هو تامر حسني، والاول مرة تامر حسني يعمل فيلم الاغنية اللي فيه ما تبقاش جامدة، يعني حتى الاغنية اللي عملها مع فارس سكر ما تتعداش ال 40 ثانية. اغنية المقص دي تقريبا كانت دعاية للفيلم مش جزء منه. فريق العمل كويس جدا، يعني المؤلف ايمن بهجت قمر، واخراج ثروت وفيق، والفيلم تصنيفه رومانسي كوميدي، ولكن في الحقيقة مفيش رومانسية خالص، ولو في كوميديا فهي على خفيف. وقبل ما يخلص الفيديو حابب اقول لكم ان 96% من الناس اللي بتشوف الفيديوهات مش مشتركة في القناة، فياريت تشترك وتدوس لايك. وبس كده، سلام.